تسمعش كلام حد يقولك ان الشكل هو كل حاجة. احيانا في ناس شكلها من بره بيبقى حلو جدا، بس من جواها بيبقى مليها الكره والغل والحقد. فما تاخدش حد بشكله، وما تحاولش تكون مش على طبيعتك، لان الناس بتحب الشخص الطبيعي. ساعات ممكن نمثل اننا مبسوطين وفرحانين واننا جوانا حزن كبير، بس ده ما يخليناش نمثل على الناس ونعمل غير الحقيقة. الصداقة الحقيقية بتكون بدون مصلحة او شروط. لو صديقك بيحبك هيتمنى لك الخير على طول في اي وقت، حتى لو غلطت هيقولك انك ماشي غلط وهينصحك. زمان كانوا بيقولوا لنا مثل: يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وده معناه ان صاحبك الحقيقي هو اللي هيقف جنبك في حزنك قبل فرحك، مش هيخلي الناس تفرح في غلطك وتضحك عليك. وتعود ان مش اي حد يقولك انا هحقق لك احلامك لازم يكون صادق. ممكن يكون هيحقق احلامك فعلا، بس على حساب كرامتك او مشاعرك. فكر كويس، اللي هيساعدني هيطلب مني ايه بعد كده؟ لو مشيت بالمبدأ ده هتعرف تلاقي اصدقاء حقيقيين. لو حابب اكمل في الفيديوهات انت عارف هتشجعني ازاي علشان اكمل. اتمنى فيلم النهارده يعجبك. بقول لك ايه يا عزيزي، انت تنزل دلوقتي تعمل لايك وشير واشتراك احسن ما كملش الفيديو. اديني قلت لك اهو. انت قلت لهم ايه بالظبط يا جنرال؟ على النعمه ما قلت اي حاجه، ده توفيق من عند ربنا. بيبدأ فيلمنا النهارده مع فريق الروك وهم عاملين حفلة، واللي بيكون أعضاء فريقها المغنية طعمة وعازف الجيتار عودة وعازف الدرامز زكي، واسم فرقتهم الجرادل المصدية. وبيبقى الجمهور كله عمال بيشجعها وبينده باسمها، فهي بتقرر ترمي نفسها على الجمهور علشان يشيلوها. بس لما بتقع بنلاقيها وقعت على كومة قش، وانها هي وفرقتها كانوا بيتخيلوا وبيحلموا. واللي بنعرف بعد كده انهم داخلين مسابقة، وزكي بيقول لهم احنا هنولعها اكتر في المسابقة وهنجيب صواريخ. وبيحدفوا صاروخ على حمام بره الزريبه بيخلوه يطير، فبيقرروا يروحوا.